اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا. نتمنى إن شاء الله تلقاكم هاد الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم لي كيش بحشوتين، حشوة ديال الكفتة وحشوة ديال الدجاج. نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفات ويعجبوكم. إذا بسم الله على بركة الله. أولا غنصاوبوا العجين ديال الكيش أولا لي فون دو كيش، اللي عبارة عن تقريبا 400 غرام ديال الدقيق. ضفت ليها 2 معالق كبار ديال الزبدة كتكون شوية باردة، ما يقارب 35 غرام، وضفت كذلك 4 معالق كبار ديال زيت المائدة. كيف ما كتلاحظوا اخواتي كنحاولوا نحركوا هاد الخليط هذا ديال الدقيق والزبده والزيت فقط برؤوس الاصابع، يعني ما كنعجنوش كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيتبسبس لينا داك الدقيق. في هذا الاثناء غنبقى نضيف الماء شويه بشويه، فما كنضيفوش الماء كثير اخواتي، فقط قطرات ديال الماء وكنخلطوا، راه ما كنعجنوش وما كندلكوش نهائيا العجين. كيف ما كتلاحظوا معايا فقط جمعناها برؤوس الاصابع، كنحاولوا نجمعوها على شكل كره. غنوضعها في بلاستيك غذائي وغنخليها جانبا ترتاح. ممكن تدخلوها الثلاجه. في هاد الاثناء غندوز باش نوجد الحشو. هنا كناخذ مقله وضعت فيها كميه ديال زيت المائده، ضفت كذلك بصله كبيره مشلضه صغيره ولا مشلضه رقيقه. كنبقى نحرك اخواتي في ديك البصله حتى كتحمر وكيتذهب اللون ديالها. في هاد الاثناء غنضيف الصدر ديال الدجاج كيكون مقطع صغير. كنبقى نحرك، كنضيف التوابل، الملح، كنضيف كذلك ثومه غبره والابزار اولا الفلفل الاسود. كنحرك هاد المكونات مزيان حتى كيطيب الدجاج، وكنزولو وكنوضعوه في اناء. في نفس المقله كنوضع معلقه كبيره ديال الزبده، شويه ديال زيت المائده، وكنوضع لي شامبينيون مقطعين طريين. كنضيف شويه ديال الملح وواحد القبيصه ديال الابزار. غنبقى نحرك اخواتي في هاد لي شامبينيون حتى كيتحمروا كيطيب لي الفطر. وكنزولهم وكنضيفهم على خليط ديال الدجاج. كنحتفظ به جانبا. كنغسل المقله كنرجعها فوق النار. كنوضع فيها شويه ديال زيت المائده. هذه بالنسبه للحشوه ديال الكفته. هنا اخواتي وضعت بصله صغيره مشلضه رقيقه مع فلفله كتكون حتى هي مقطعه رقيقه. كنبقى نحركهم حتى كينزل ديك البصله وكتنزل لي الفلفله. غنضيف عليهم لي شامبينيون طريين. من بعد ما طابوا لي شامبينيون مع الفلفله والبصله غنضيف كميه ديال الكفته ديال البقري. غنبقى نحرك هاد المكونات مزيان. فهاد الاثناء غنضيف ملح، ابزار، واحد القبيصه ديال الثومه غبره، فقط قبيصه صغيره. كنبقى نحرك هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا لي مع بعض، وديك الكفته يعني كتفرتت. من بعد ما غطيب لي الحشوه ديال الكفته غنخليها جانبا تبرد. في هاد الاثناء غندوز باش نوجد لي فون دو كيش من بعد ما ارتاح العجين. غنطلقو بالمدلك. اللي بغات تشاهد اخواتي الوصفه كامله ديال لي فون دو كيش راه كنت نزلتها في القناه من قبل، يعني بالتفاصيل الممله. كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما قطعت العجين كنوضعو في يعني في المولات ديال الكيش.
كنوضعوا فوق منهم واحد الورق ديال المطبخ وواحد الكمية ديال اللوبيا هكا، يعني كتقل لينا داك العجين ما كيتنفخش. كندخلوهم للفران كيطيبوا نص طيبة وكنخرجوهم. في هاد الأثناء غنوجد لاباغاي كيش اللي هي عبارة عن 2 معالق كبار ديال الكريمة ديال الخاصة بالطهي، ضفت عليهم 2 بيضات، كنضيف كذلك الملح والإبزار. كنخلط هاد المكونات مزيان وغنضيف عليهم واحد شوية ديال الحليب. إذا هنا أخواتي الحشوة الأولى اللي درنا بالدجاج ولي شامبينيون، غنضيف عليهم فرماج محكوك، وغنضيف عليهم لاباغاي كيش ديال اولا خليط ديال البيض والحليب والكريمه. كيف ما كتلاحظوا اخواتي لي فون دو كيش هما خرجتهم من الفران، يعني غير كيطيب ليا نص طيبه كنزولهم وكنوضع فيهم الحشوه ديال الدجاج. غنكمل اخواتي الحشوه ديال الدجاج ومن بعد كندخلوهم الفران كيطيبوا يعني كيكملوا طيابهم والعجين كيتحمر. في هاد الاثناء غندوز باش نوجد الحشوه ديال الكفته اللي ضفت ليها كميه ديال الفرماج محكوك، يعني نفس لاباغاي كيش اللي وضعنا الدجاج، 2 بيضات، 2 معالق كبار ديال الكريمه الخاصه بالطبخ، ملح والابزار. كنخلط المكونات مزيان ومن بعد كنضيف عليهم شويه ديال الحليب. كنضيفو على خليط ديال الكفته وكنعمر بهم لي كيش بهذا الشكل، يعني المربعين هكا كيكون اختلاف في الشكل وكذلك في المذاق. وكندخلهم كذلك للفرن حتى كيتحمروا وكنزولوهم. اذا هذا هو الشكل النهائي اخواتي ديال لي كيش، كيجيو بصراحه رائعين وكيجيو بنان ولذاذين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. وإلا عجبتكم الوصفة أخواتي كما كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وكذلك تشاركوا الوصفات مع الأهل والأصدقاء. إلى وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.